أنا بوليسية متخفية، دخلت لأبشع السجن ديال العيالات على ود مهمة سرية، ولكن ما كنتش عارفة باللي الكابوس الحقيقي عاد غادي يبدا. المهمة ديالي كانت واضحة، جاتنا معلومات باللي كاين حارس كيتحرش بالسجينات، باش ما ينعيقش بيا صوبوا لي ملف مزور، تهمة القتل والسرقة والعقوبة 10 سنين سجن. وحتى من الحماية الإدارة زرعت معايا بوليسي متخفي في شي حارس باش يحميني لو وقعت شي حاجة. غير حطيت رجلي في السجن بدا التفتيش، ولكن واحد الحارس استغل الفرصة وبدا يلمسني. حاولت نقاوم ولكن حارس آخر هجم عليا، طيحني للأرض ونازل عليا بضرب وحشي حتى سخفت. فقت في عيادة السجن، الطبيب كان هو الوحيد اللي عارف هويتي الحقيقية، قرب لعندي وهمس ليا: راه كاينه سجينه ماتت البارح، قالوا انتحرت ولكن الجثه فيها آثار جريمه. تمك عرفت باللي الوقت كيجري ولازم نبدا التحقيق دغيا قبل ما تطيح ضحيه اخرى. رجعت للزنزانة، ولكن الحارس المتحرش بان تاني، جراتني بالقوة وبدون أي خوف. كنت غادي نتصل بالزميل ديالي المتخفي، ولكن صدموني وجروني لمكتب مدير السجن رأسا، وهناك فهمت الحقيقة المرة. رأس الأفعى والعقل المدبر هو مدير السجن براسو. خوت بأعلى صوتي ولكن حتى ما تسوق ليا، وفي اللحظة اللي كان المدير غادي يعتدي عليا فيها تهرس الباب واقتحم واحد الرجل الغرفة فجأة. تفتكروا شكون هذا اللي دخل؟ واش البوليسي المتخفي ولا شي حد آخر؟ كتبوا لي التوقعات ديالكم في التعليقات وباش ننزل الجزء الثاني.